السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم يا شباب، ومساء الخير عليكم يا صبايا. أهلا بكم في قناتي، قناة يوميات مطلقة. أنا كابتن سما. النهاردة حبيت أتكلم معاكم في موضوع. أنا جيت رسالة ومن واحدة، في رسالة خاصة على الفيس، بتقولي انتي بتقلدي ريهام سعيد ليه؟ انتي عاوزة تبقي فاشلة زيها؟ اه صحيح، ما انتي مطلقة يبقى انتي أكيد فاشلة. أولا ريهام سعيد مش فاشلة، وبدل انت قلتي ان هي فاشله يبقى انت اللي فاشله. وطول ما الانسان بيقول على انسان تاني ان هو فاشل يبقى معنى كده ان هو ناجح. انا مش هتكلم عن نفسي. انت قلتي لي ان انت بدل انت مطلقه تبقي فاشله، انا هقولك انت ممكن تكوني متزوجه وفاشله من 1000 مره، وتتعدي حدود الفشل في تربيه ولادك، في معاملتك مع جوزك، في معاملتك مع اهلك، يعني في كل حاجه. فانا قلت اقول لكم الرساله دي عشان انا عاوزاكم انتوا تردوا عليها في الكومنتات، لان هي اكيد 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 بتشوف الفيديو ده. انا قلت لها انا مش هرد عليكي، انا هرد عليكي في فيديو علني، وهقولك انا قلت الجمله بتاع صبايا وشباب ليه. مبدئيا انا ما عنديش اصحاب خالص خالص خالص، يعني حتى لو بشتغل فزميلتي في الشغل السلام عليكم وعليكم السلام، لكن ان انا عندي صديقه ولا سري وكده فممنوع. فانا قلت اتكلم معاكم وانا بشرب النسكافيه بتاعي وفول سوداني، عشان تعرفوا بس ايه وده نسكويك لاحمد ابني وقاعد جنبي. فحبيت اقول لكم ان انا اول ما قلت انا هفتح قناه، كانت صديقتي العزيزه الغاليه سهى من مطبخ سهى، هي اللي شجعتني ان انا افتح قناه. هي اللي كانت صاحبتي الوحيده على اليوتيوب، وبصراحة هي ادتني الشجاعة. فقلت بدل ما يكون لي واحدة بس على اليوتيوب يكون لي آلاف من الإخوة والأخوات، إن هما يكونوا صحابي، ولعل وعسى نلتقي بيهم في الجنة، نلتقي فيهم في الحياة. فزي ما يكون يعني. فقلت انا هفتح قناة وهسميها يوميات ايه، فوانا بكتب القناة كتبت يوميات مطلقة، على اساس ان انا حياتي واحدة ست مطلقة ويومياتها هي ولادها وبيتها وما كانش في دماغي اي حاجة، لا نيتي وحشة في كلمة مطلقة ولا نية ان انا الفت نظر حد. فشاء القدر وانا بسجل فيديو بقول مساء الخير عليكم يا شباب ومساء الخير عليكم يا صبايا، لقيتها طلعت مني او يعني تلقائية جدا، والله العظيم ما اقصد منها اي حاجة خالص. اعذروني لو انا كنت بتكلم بسرعة، لكن انا ابني قاعد جنبي وماسك التاب اهو زي ما انتم شايفين، وطبعا انتوا عارفين زن الاولاد. فانا قلت مساء الخير عليكم يا شباب، مساء الخير عليكم يا صبايا. طلعت تلقائية جدا فحبيتها في نفسي ونسيت ومش فاكرة خالص ان انا زي ريهام سعيد خالص، والله العظيم خالص. ففي مرة من المرات وانا واقفة في المطبخ فسمعت ريهام كانت شغالة وبتقول مساء الخير يا شباب، مساء الخير يا صبايا. قلت الله، ده انا نفس الجملة بتاعت ريهام. ده والله ده انا ما اقصدش والله، بس انا حبيتها في نفسي. اه انا نفسي ابقى مذيعة، ويا رب اكون شاطرة زي ريهام سعيد واوصل ليها وصلت له. بغض النظر عن في اختلاف بين الاراء، انا بحب ريهام سعيد، انت بتكرهيها، انت بتحبها، انت بتكرهها، فكل لولا اختلفت الاراء لبارت السلع. فانا بقولك انا ما بقلدش ريهام، ويا ريت اكون زي ريهام. انا مش فاشله، ريهام مش فاشله. عايزاكم تردوا عليها وتقولوا لها هي بعتت لي الرساله دي ليه وكان قصدها ايه. واحب اقولك ان انا كسما او ككوتش نجحت في حاجات عمرك في حياتك ما كنت تتخيلي ان انت اساسا تنجحي فيها. فاللي كانت بتكلمني وتسألني وتقول لي انت خسيتي ازاي ووصلت لايه وانا وقفت جنبها وشجعتها، في الاخر قالت عليا فاشله. كل ده ليه؟ لان هي بعتت لي رساله وانا بصراحه قعدت يوم كامل مردش عليها لان كنت مشغوله. انا انسانه وبشر وعندي مشاكل جدا وبعديها. ساعات اتكلم معاكم وانا مبسوطه وساعات اتكلم معاكم وانا حزينه. فارجوكم اللي تبعت لي رساله وانا ما ردش عليها انا بعتذر، انا هرد عليكي وهحاول بقدر الامكان ان انا اكون يعني في اقل من يوم هرد على اي رساله بتجيني. سامحيني واعرفي ان انا عندي مشاكل وعندي شغلي وعندي اولادي، وان شاء الله اشوفك على خير فيديو تاني.
وقولوا لي رايكم يا بنات. وهختم الحلقه النهارده بقول لكم تصبحوا على خير يا شباب، وتصبحوا على خير يا صبايا، واهلا بكم في قناتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، لايك كتير كتير كتير، عشان انا عايزه اعرفها ان الناس كلها مبسوطه مش زعلانه ومين اللي معايا ومين اللي ضدي. يلا اشوفكم على خير، مع السلامه، باي باي.